السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفترة اللي فاتت وردت أسئلة كتيرة جدا على طريقة التسجيل في مبادرة التجنيد للمصريين بالخارج، واللي حاولنا بقدر الإمكان إننا نرد على كل الاستفسارات بتاعتها. ولكن كان في أسئلة كتيرة متكررة، علشان كده قررنا إن احنا نعمل الفيديو ده للرد على أكتر الأسئلة اللي اتسألت الفترة اللي فاتت علشان نقدر نفيد الكل. في البداية حابب أنوه عن إن الفيديو ده غير تابع لأي جهة رسمية، وإنما هي مجموعة من الاجتهادات علشان تساعدكم إنكم تسجلوا في موقع المبادرة بنجاح، وإن هي إن شاء الله تتقبل وتكون كويسة، ونحاول نحل معاكم المشاكل اللي بتقابلكم على الموقع. كان أول وأبرز سؤال هو إخواتنا اللي في سن 30 أو أكتر، واللي اشتكوا من إن الفلوس كتيرة وعاوزين يرجعوا يدفعوا غرامات التجنيد القديمة أو يجددوا جوازات السفر بتاعتهم. أحب أقول لكم في البداية قبل ما نطلب أي حاجة لازم نفهم الموضوع كويس. قبل مبادرات التجنيد كان أي شخص متواجد في الخارج بعد سن 19 سنة ما كانش بيعرف ينزل مصر نهائيا لحد ما بيتم 30 سنة، ولازم بعد ما بيتم 30 سنة بيدفع غرامة التجنيد، ودي كانت غرامة تقريبا بتتراوح ما بين 500 و 600 دولار أو يورو، وكنت بتاخد وصل بيها علشان خاطر تبقى إثبات إنك عاوز تدفع الغرامة وتسوي موقفك من التجنيد. ولكن دي ما كانتش، لا هي تسوية تجنيد ولا هي شهادة تجنيد، هي عبارة عن مبادرة منك إنك أنت عاوز تسوي موقفك من التجنيد ولكن أنت مش عارف تنزل مصر. ودي كانت بتديلك صلاحية إنك تجدد باسبورك أو تخلص حاجتك لحد ما اللجنة تيجي بالخارج أو تنزل مصر تسوي موقفك النهائي. فالوصل ده ما كانش عبارة عن شهادة تجنيد ولا كان له أي 30 لازمة، هو مجرد ورقة علشان تقدر تكمل بيها أوراقك وتنزل مصر أو اللجنة دي تيجي. بمعنى أصح أنت لازم تقعد قدام قاضي عسكري ويحكم عليك بالغرامة وتدفعها، وده اللي كان بيحصل مع الناس اللي كانوا بينزلوا مصر وهم معاهم جواب الغرامة، وكان القاضي بيقول له لأ أنت لازم هتدفع الغرامة هنا تاني، وكان بيدفع مبلغ تقريبا حوالي 10,000 جنيه علشان يقدر يخلص موقفه من التجنيد، وكان الموقف تقريبا بيخلص في حوالي 15 أو 20 يوم وبيستلم الشهادة النهائية من التجنيد. أو إن اللجنة بتمر على البلاد بالخارج، واللجنة دي بتبقى لجنة عسكرية وموجود فيها قاضي عسكري، وبناء عليه بيتم التصديق على الغرامة بتاعته وبيتعمل له شهادة التجنيد. تمام كده؟ طب هي المبادرة نزلت ليه من الأساس؟ المبادرة نزلت بسبب إن كانت وزيرة الهجرة التقت ببعض الجاليات المصرية، وكانت الشكوى بتاعتهم إن أولادهم ما بيقدروش ينزلوا مصر خلال فترة من 19 سنة ل 30 سنة علشان الموضوع بتاع التجنيد، لأنه لو نزل مش هيقدر يرجع تاني. واللي بسبب كده وزيرة الهجرة نسقت مع وزارة الخارجية ووزارة الدفاع وأطلقوا مبادرة التجنيد للمصريين بالخارج. طيب أنت كواحد في سن 30 متضرر من الموضوع ده؟ متضرر، ولكن لازم نفهم ان انت بالنسبة للقانون انت راجل متخلف عن التجنيد، فالمبادرة لما بتنزل ما بتستثنيش حد، نزلت على الكل سواء اللي تم 19 سنة او اللي تم 30 سنة او اللي عنده حتى 35 سنة او اكتر. طيب انت بقى كشخص عاوز تسوي موقفك من التجنيد ومستكتر الفلوس بتاعة المبادرة ومش عاوز تدفعها، في قدامك حل من الاتنين. يا اما تنتظر فترة المبادرة لحد ما تنتهي وتيجي تعليمات جديدة إن يفعلوا تاني موضوع الغرامات في مكتب الدفاع، ودي في الفترة الحالية ممكن تكون مستبعدة لأن المبادرات بقت بتتجدد باستمرار. يا إما حضرتك لو جواز سفرك منتهي تاخد وثيقة سفر وتنزل مصر تشوف موقفك من التجنيد، وفي الحالة دي بتدفع غرامة تقريبا حوالي 10,000 جنيه وبتاخد شهادتك النهائية. أما طول ما حضرتك بالخارج بينطبق عليك شروط المبادرة، وبالتالي مش هتقدر تخلص أوراقك إلا من خلالها. ده بالنسبة لسن 30 علشان ننهي موضوعهم نهائيا. السؤال التاني كان استفسار على طريقة رفع الصور على الموقع. في ناس كتير بتواجه مشاكل في رفع الصور على الموقع. احنا قلنا في الفيديو اللي شرحناه إن لازم الصورة تكون 1 ميجا، ولازم تكون بصيغة JPG أو PNG، والأهم من كده إن بمجرد دخولنا على الصفحة الخاصة باستكمال البيانات ورفع الصور، أول حاجة نعملها قبل أي تسجيل للبيانات إننا نرفع الصور، لأن أنت لو فضلت دقيقة واحدة في الموقع من غير ما ترفع الصور الموقع بيقف، وفي الحالة دي مش هتقدر ترفع الصور خالص. لازم تطلع بره خالص وتسجل دخول من أول وجديد وتدخل على الصفحة
وترفع الصور. وأنا في الفيديو ده هسيب لكم لينكات بالمواقع اللي تقدروا من خلالها تحولوا صيغة الصور بتاعتكم أو تضغطوا الصورة لحد 1 ميجا. السؤال الثالث كان استفسار عن طريقة إثبات التواجد بالخارج. احنا قلنا ان لو في عندك مشكلة وما لقوش حاجة تخصك بالنسبة للجوازات والهجرة، بيطلبوا منك انك تطلع تعمل اثبات تواجد بالخارج. معظم الناس اللي متواجدين في الاتحاد الاوروبي عامة او في امريكا هجرتهم بتبقى هجرة غير شرعية، طالعين بقنوات غير رسمية، فما لهمش سجلات في السفر. طيب المفروض اننا بننتظر رسالة تيجي من الموقع باثبات التواجد بالخارج. رسالة بتوصل على الايميل او على التليفون اللي انت مسجله، تقول لك اتوجه للقنصلية علشان تثبت تواجد بالخارج. انت كشخص مستعجل وعاوز يعمل اثبات من غير ما الرسالة دي توصله، مفيش مشكلة، اتوجه للقنصلية والقنصلية هتاخد منك اثباتاتك وهتتأكد منك وهتخلص لك الاجراءات، وهي اللي هتبعت الورق ده عن طريق القنوات الرسمية من خلال وزارة الخارجية. طيب حضرتك مستعجل وحابب تبعت الاثبات ده عن طريق تليجرام، احب اقول لك الموضوع ده ما ينفعش تماما وملوش اي 30 لازمة، لأن القنصلية هي اللي بتبعت كشف بالناس اللي جم أثبتوا تواجد عندها، وبتبعت صور الباسبورات بتاعتهم أو صور البطايق بتاعتهم لوزارة الدفاع. الموضوع ده منتهي تماما ومفيش فيه أي إجراء تاني، لازم إثبات التواجد من خلال القنصلية. السؤال الرابع واللي اتكرر من ناس كتيرة جدا، قالوا احنا هنعمل زيارة او عمرة وعاوزين نخلص المبادرة واحنا موجودين بره، وهندفع او هنخلي حد يحول لنا الفلوس. حضراتكم بتسجلوا عادي في المبادرة، مفيش مشكلة، وبتروحوا القنصلية اللي في اطار او في نطاق التواجد بتاعكم، وبتعملوا هناك اثبات تواجد بالخارج علشان لو في مشكلة فيما بعد ما تحتاجوش انكم تسافروا تاني علشان تعملوه هناك. في الحالة دي في احتمالية كبيرة ان المبادرة بتاعتكم تتقبل. بالنسبة بقى للسؤال اللي بعده، اللي هم الناس اللي موجودين في مصر وعاوزين يشتركوا في المبادرة وبيسألوا هل هتنفع ولا لا، فللأسف الشديد الموضوع فيه مجازفة كبيرة جدا، ويا تصيب يا تخيب، لأن المبادرة دي مخصصة للمتواجدين بالخارج بس، ولو طلب منكم إثبات تواجد بالخارج مش هنعرف نعمله، وبالتالي الفلوس بتاعتنا هتترد، وهتترد بالجنيه المصري، مش هتترد ولا بالدولار ولا باليورو، وفي الحالة دي انت هتخسر كتير جدا. فانت المتحمل للمجازفة بتاعتك. انا مش هقدر اقول ان هي هتتقبل ومش هقدر اقول ان هي هتترفض، ولكن لو اتطلب منك اثبات تواجد بالخارج وانت ما عملتوش، في الغالب المبادرة بتاعتك هتترفض. تمام كده. بالنسبة بقى لموضوع التحويلات يستحسن تكون عن طريق القنوات اللي المبادرة محددها. في دفع بالفيزا على الموقع ولكن بيكون في مشاكل كتير، فيستحسن ان احنا نتجنبه. نخلي التحويل بتاعنا يكون عن طريق البنك، ونتأكد ان البنك مش هياخد عمولة علشان ما توصلش الفلوس ناقصة. ولو حتى وصلت الفلوس ناقصة، هتلاقي ان القائمين على المبادرة عرفوا ان الفلوس ناقصة، هيتواصلوا معاك ويقولوا لك حول مبلغ قد كذا اللي هو ناقص من المبادرة بتاعتك. ده بالنسبة للتحويلات. في اخيرا تحذير مهم جدا بالنسبة للتحويلات المادية. في ناس ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات تليجرام باسم المبادرة، وللأسف جدا نصابين. المبادرة مش هتطلب منك تحويل على حساب شخصي. المبادرة بتاعة التجنيد ليها موقع رسمي وليها أرقام حسابات موجودة على الموقع الرسمي، ما تتعاملش إلا من خلالها. عاوز تتواصل مع المبادرة على التليجرام، اتواصل معاهم في الاستفسارات بس، ولكن ما تحولش فلوس خارج إطار الحسابات اللي مذكورة على الموقع أو من خلال موقع مبادرة التجنيد للمصريين بالخارج. ده مهم جدا علشان في ناس كتير دفعت مبالغ واتنصب عليها فيها للأسف، فأنا حبيت أحذر علشان محدش يقع في نفس المشكلة. دي كانت أهم المشاكل اللي واجهت الناس في التسجيل على موقع المبادرة واللي استفسروا عليها خلال الفترة اللي فاتت. علشان كده حبينا ان احنا نعمل حلقة مخصصة ليها، ولو في اي استفسارات جديدة هنحاول ان احنا ننزلها في حلقة تانية. وبما ان لسه فاضل 10 ايام بس على نهاية المبادرة، لو في اي حد حابب يسجل في المبادرة ولكن لسه مش جاهز بالنسبة للفلوس او الاجراءات بتاعته او الاوراق بتاعته لسه مش كاملة، تقدر تسجل على الموقع بتاع المبادرة. وهم بيدوا فرصة للناس اللي سجلت على الموقع ان هم يرفعوا الاوراق بتاعتهم او يخلصوا التحويلات بتاعتهم، وتقريبا بتبقى في مدة شهر أو شهرين بعد انتهاء المبادرة، فتقدروا في خلال الفترة دي إنكم تكملوا الأوراق بتاعتكم وترفعوها. فلو لسه ما سجلتش، سجل دلوقتي وتقدر تكمل أوراقك بعد انتهاء المبادرة. بالنسبة للناس اللي مش عارفة تسجل نهائي، تقدر تتواصل معانا على التليجرام وإحنا هنحاول نساعدها إن هي تكمل تسجيلها بنجاح. ما تنسوش تدخلوا على جروب التليجرام، هناك هتلاقي فيه مساعدة ما بين الناس وبعضها،
ويا ريت لو تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة علشان يوصلكم كل جديد. أشوفكم في حلقة جديدة، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع.